سلام الله عليكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، بارطاج اللايكات، الله يخليكم بحال الورود اللي مزينين المشاميم. عمركم ما تبالوا بإذن الله. وأنا غادي نقول يا بسم الله. موضوع الحلقة: تنصيب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، خطاب تبون على الفنانين والمسرحيين والسينمائيين، ظهور أفراد حماس. يا بسم الله، توكلنا على الله. فيما يخص اليوم 20 يناير، تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب يعود للمرة الثانية إلى البيت الأبيض بعد غياب دام 4 سنوات. كيفاش غادي يعود ترامب، وكيفاش غادي يكون الظهور ديالو، وكيفاش غادي يكون التوجه ديالو أو التوجه الأمريكي في السياسة القادمة عبر العالم. لأن اليوم كنشوفوا دخول ترامب أو قبل ما يدخل ترامب كيحصل على صفقة ديال اتفاق ديال وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وهذه تحسب له. لكن اش كينتظر ترامب؟ كينتظروا بزاف د الحوايج، من خلال الهجرة، ومن خلال التشغيل، ومن خلال التأمين. أشياء كثيرة تنتظره داخل أمريكا. ثم كذلك غادي نشوفوا السياسة الجديدة اللي غادي يتوجه بها ترامب إلى العالم، لأن احنا كنعرفوا ترامب دوز 4 سنين، وهاد 4 سنين ربما عطاتو تجربة كبيرة. يمكن غادي يجيب سياسة جديدة. احنا غادي ننتظروا ونشوفوا الأيام اش غادي تكتشف لنا من هذا الرجل العائد إلى السلطة وبقوة. غادي ندوزو للنقطة الثانية: خطاب عبد المجيد تبون على الفنانين والمسرحيين والمغنيين والسينمائيين، وتيقول لهم إحياء التراث الثقافي، وأن ما عندناش قاعات عالمية الحمد لله. ها هو اللي كنقولوا، أن الرئيس يكذب على الشعب. القوة الضاربة ما بقاتش، قال لك نعديو بهذيك القاعات. ولكن هنا ماشي هذا هو المشكل اللي بغيت نهضر عليه انا، لا، انا بغيت نهضر فاش قلت لكم ودي الاخوه الجزائريين، راه كاع تخرج العينين وهذا التحدي، وفي الاخر النظام غادي يركع لفرنسا، بغيتو ولا كرهتو. وقلنا لكم ودي راه ما عندكمش اوراق ضغط، لان حتى ورقات الغاز ما بقاتش مهمه، ما بقاتش ورقه ضغط في الجزائر، لا تساوي شيء. وقلنا ان فرنسا قويه ماشي سهله، وان اللعب معاها خاص يكون عندك مفاتيح للعب، حقاش بحال الدول العظمى كفرنسا وامريكا والصين والروس، بحال هاد الدول القويه خاص تكون عندك واحد المفاتيح ديال اللعب. إذا ما كانتش عندك هاد المفاتيح ديال اللعب، في نهاية الأمر غادي تخضع. اليوم تبون ظاهر خايف، مالك كتزعزع بوحدك. قال لك اسيدي اللي بغى يكون من الأصدقاء ديالنا مرحبا به، واللي ما بغاش يكون شغلو هذاك إياه. يومك تاع اللي اعترف بالصحراء كتخرجوا عينيكم وكتبغيو تقاطعوه، وصافي. انت ما بغيتيش تعترف بالصحراء، ليه لا يجعلك تعترف الى حتى اليوم القيامه، ماشي شغلنا حنا. ولكن الدول الاخرى علاش كتبغيو تدخلوا فيها؟ علاش كتبغيو تفرضوا عليها واحد الراي وانتم ما قادينش؟ هذا هو الكارثه والمشكل. يعني اليوم تنصاع او تخضع لكانوسا، بغيتي ولا كرهتي. كيقول لك ودي الجزائر معولة على الله والأبناء ديالها. حتى دابا، حتى خرج باراديلا ولا سميتو في الاتحاد الأوروبي، برنامج الاتحاد الأوروبي، وفضحكم على الأموال اللي كيعطيكم الاتحاد الأوروبي كإعانة، وكتقولوا راه حنا عندنا الغاز ودولة الغاز، والغاز ما لقاو حتى المواطنين في البلاد. شتي؟ انت خرجتي كتفتف وخايف، كتفتف وخايف. عطاف عرفناه مشى للميريكان، مشى دابا يحضر التنصيب.
ولكن ها انتم غادي تخضعوا مرة أخرى وغادي تخضعوا لقرارات فرنسا، وداكشي اللي بغات فرنسا هي اللي غادي تفرضوا عليكم. وهانتوما الشعب الجزائري إلا تقولوا أودي راني ما قلت والو، راه فرنسا غادي تخضع هاد النظام بغا ولا كره ولا غادي تغيروا، والأيام بيناتنا. غادي ندوزو لواحد النقطة مهمة، وهو بلاغ للسفارة المغربية في بوركينا فاسو فيما يخص 3 شاحنات و4 سائقين، واللي هما اختطفوا من طرف عصابات إرهابية أو لصوص مسيطرين على واحد الطريق اللي ما كانش عليهم خاصهم يمشيو فيها، وتيقولوا راه اتصالات جارية، وأن السلطات ديال بوركينا فاسو راه تعلمات في الأخبار وراهم تيقلبوا تحديد المكان ديال هاد الناس فين كاينين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى هاد الساحل باغي نتقطعوه، راه ما غاديش يتقطع، ما غادي يتقطع لا ساحل ولا تا شي حاجه. كاع هاد اللعب وهاد المناورات كلشي غادي يجي واحد الوقت ما غتبقى حتى شي حاجه، الا هاد النظام غادي يركع بز منه. مازال غادي تجيو وتركعوا، وغادي نخليوكم تركعوا. علاش؟ لان كاع ديك الاكاذيب ديالكم وديك التحديات ديالكم كلشي تفرش، تا حاجه ما عندكم، تا حاجه معولين عليها، تا حاجه ما قادين عليها وتقول. ودابا حصلتوا بين 3 دول، اولا حنا نقولوا بين الاتحاد الاوروبي والروس وامريكان. الصين راه ما غتنفعكم بوالو، لان الصين كنعرفوه التنين الصيني اقتصادي، كيلعب على الاقتصاد وكيبغي يطيح الخصم ديالو بالاقتصاد. فاهمين حنا هاد اللعب ديال التنين الصيني. لكن الروس اليوم ضعيفه، رغم ان القوه ديالها ورغم انها باقا صامده في الحرب الاوكرانيه، ولكن ضعيفه. تبين انها ما قدرت تسيطر على هاد الدوله، وان الخسائر اللي تكبدات لا تحصى، اكثر من داكشي اللي تخسر في الحرب العالميه. يعني راه واحده حتى هي كتقلب على كيفاش تسلك راسها، وهي في الصراع مع امريكا. وحنا تنقولوا هذا الصراع خفي، ما هو معلن وما هو تحت الطاوله، ويقدروا يبيعوا ويشريوا في النظام الجزائري. دابا غادي توليو نتوما سلعه. لان علاش؟ لان اليوم كيتبين ان النظام الجزائري معزول بمعنى الكلمه، وان الخروج ديال تبون على الفنانين وداكشي شوفوا فين هرب. يعني هرب من المواجهه والتحديات وغادي كذا وهادي ومن هنا، ومشى لجهه الفن وداكشي. عاد بان ليه دابا داكشي، وقال لهم الفلوس كاينه، غير خدموا الفلوس كاينه، والفلوس لا بالدولار ولا بالدينار. يا سبحان الله. شوفوا واحد. علاش نقول لكم ودي راه الشعب الجزائري والله العظيم راه كنتاسف لكم. كيفاش بالدولار وبالدينار؟ الدولار نقولوا ايه والدينار مالو، وراه ديال البلاد. يعني طبعتو تاني شي باخره تاني ديال الاوراق وموجدينها تاني باش تسدو الفام. ودي راه غادي نتبعوكم تنعريوكم. عرفتوا علاش؟ لان باغي ندخلوا في الشؤون ديالنا، وحنا اللي كيبغي يدخل في الشؤون ديالنا لابد ما كنديروا ليه اعاده التربيه كي قال عزيز اخنوش. غادي نهضروا على ظهور افراد حماس وسط غزه. بلي كنهضروا على الظهور ديالهم والاستفزازات اللي كيديروا او اللي كيوجهوا لاسرائيل، اش كيعطينا؟ كيعطينا معنى واحد، ان هاد الناس واخا داروا الاتفاق مضغوطين، ولكن في نفس الوقت باغيين يستفزوا اسرائيل باش تعاود ضربهم. وهادشي علاش قلنا لكم هاد الناس راه ما تيفكروش في الشعب الفلسطيني وفي المواطنين الضحايا المتشردين على البيوت ديالهم، وتم البيوت رابت.
ولكن علاش هاد الاستفزازات؟ لأن هاد الأموال ديال الإعمار ما كتدخلش بيد حماس، وهذا هو الإشكال. لأن هاد الأموال ديال الإعمار كتمشي بيد المنظمات والجمعيات وداكشي، هما اللي كيقوموا بهاد المهمة. وهادشي علاش باغيين يعاودوا تاني يردوا الفوضى، ولكن هاد المرة راه ما غاديش يردوها، لأن ترامب قال الكلمة ديالو، وأن المواطنين الفلسطينيين عاد حسوا بشوية الأمان وبالراحة. عاود تاني تجيو تنوضوا عليهم الروينة، وتعاود تاني تبداو ديروا شي عمل تاني متوحش، وتخرجوا على هذوك المواطنين. داكشي اللي يبقى غادي تساليو، لأن فرحانين اش من انتصار. دابا هذا هو الإشكال عندنا حنا العرب. دابا وقف إطلاق النار قال لك انتصار على إسرائيل. في كانت واش إسرائيل اللي كانت داخلة في غزة كترقب في البيوت وتقتل في عباد الله؟ ولا حماس اللي خارجة من تل أبيب اللي كتقتل في الإسرائيليين وداكشي؟ وهالحماق. ثم أي حاجة عندكم انتصار، مقاومة ديال النبك ديال الزعتر، المقاومة اللي ما تصلش البلاد، والمقاومة اللي ما تجيبش العز. اش من مقاومة حتى يتهلك الشعب كامل؟ راه شكون اللي كلا العصا دابا؟ باش الفلسطينيين، باش المواطنين الأبرياء. فين هما هاد الناس ديال حماس؟ ها قلنا لكم في قطر كيتمتعوا عايشين وكيتبايعوا ويتشراو في المواطنين الضعفاء الأبرياء. كيتبنى ليه بيتو وما يدوز عام ولا عامين يعاود يريب ليه تاني البيت، ويقدر العائلة كلها تمشي ضحى كل شيء يمشي. اتقوا الله في خلق الله وريحوا مع إسرائيل، واتفقوا بيناتكم الفلسطينيين أصلا، لأن إسرائيل هادشي اللي بغات. فهذاك الاختلاف ديالكم ريحوا نتوما الفلسطينيين إلا كنتو باغيين الاستقلال ديالكم وكيهمكم الشعب ديالكم وكيهمكم المواطنين، ريحوا بيناتكم واتفقوا، ريحوا مع إسرائيل على الطابلة. راه لا نتوما غادي تحيدوا من تم ولا إسرائيل غادي تحيد من تم. سالينا اللعب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديكم. هذا الشيء اللي تنقول لكم. راه كاع دوك اللي كيخرجوا عينين وكيتهدوا كتلقاهم يبربروا في الاخر راه كيركعوا بحال الخرفان. وراه المملكة المغربية هادي راكم عا كتعيوا في روسكم. راه قلنا غادي نبقاو عليكم عليكم لحتى نخليكم بحال كي تزدتوا النهار الاول في القمار، باش يعرفكم العالم على الحقيقة ديالكم. لأنكم حاشا لله واش تكون فيكم وعا نقطة واحدة ديال الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحلى تعظيم سلام.